كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية والأمة المصرية. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وبلغنا العشر الأواخر من رمضان وبلغنا ليلة القدر، واليوم يوم الجائزة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. صباح بلدي كان متوقف خلال شهر رمضان، كان معنا برنامج اسمه يلا نفطر معاهم. كنا بننزل نفطر مع الناس الطيبين في الشارع. عملنا 15 حلقة. كان رئيس التحرير متواصلة معايا بين هنا وبين اسكندرية، بذلت معايا مجهود، فأنا بقول لها كل سنة وأنت طيبة. يا رب هذا العمل يكون في ميزان حسناتنا جميعا. النهاردة ليلة العيد، بنستقبل العيد، وزي كل مناسبة احنا بنعمل سهرة صباح بلدي بتبقى بالليل. يعني أول يوم رمضان عملنا سهرة أول يوم رمضان كان بالليل، رأس السنة الهجرية. فيعني تعودوا علينا إن شاء الله، إن أعطانا المولى العمر إن احنا كل مناسبة هنبقوا معاكم في سهرة هذه المناسبة. النهاردة معايا صديقي وحبيبي وتوأمي الروحي في الله وأخ في الله، الشيخ الجليل الشيخ أحمد صقر. فبقول له كل عام وأنت إلى الله أقرب. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ طارق، وعيد سعيد عليك وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وعلى بلدنا مصر خاصة، وعلى كل العاملين في الاستوديو العظيم دوت. وربنا يجعله هلال خير ورشد وأمن وأمان وسلم وسلام على سائر بلاد العالمين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. طب نبدأ بالتكبير. نكبر. يلا نبدأ بالتكبير ونقوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا مخلصين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل سنة وأنت طيب، وكل عام وأنت إلى الله أقرب. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ طارق. اليوم يوم الجائزة. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاز من فاز وخسر والعياذ بالله من خسر. نعم. وهذه الأيام العدة الأيام التي مرت علينا كأنها نسمة هبت ومرت من غير ما نحس بيها. كلمنا عن سنن العيد والاستعداد للعيد، وهذه الليلة كيف نحييها كما كان يحييها الرسول صلى الله عليه وسلم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السحب لا تحكي عطاياه، فما أنداه بحرا بالسخاء وأكرما. أنعم بمن أسنى الكمال له انتمى، مولاه قد صلى عليه وسلم. من لم يصلي عليه كان بخيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله
في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ليلة عظيمة، الحمد لله الذي أتم علينا شهر الصيام، الحمد لله الذي بلغنا ليلة القدر، الحمد لله الذي بلغنا ليلة الجائزة، ليلة عيد الفطر. في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة الفطر تسمى ليلة الجائزة، فإذا كانت غداة الفطر اللي هو إن شاء الله بكرة إن شاء الله صباحا ساعة ما نصلي العيد، هذا هو غداة الفطر، أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن اهبطوا إلى الأرض، فيهبطون إلى الأرض فيقفون على فتحات الطرق، ثم ينادون بنداء إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعه كل الخلائق إلا الإنس والجن، يقولون: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقبلوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن الذنب العظيم. فتقوم الخلائق إلى مصلاهم، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي، ماذا يفعل العامل إذا انتهى من عمله؟ قالوا: حقا على الله تبارك وتعالى، حقا عليك ربنا أن تعطيه أجره. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد جعلت ثواب صيام وقيام شهر رمضان لأمة محمد عليه الصلاة والسلام رضائي ومغفرتي. اللهم ارزقنا رضاك وارزقنا مغفرتك يا رب العالمين. ما أعظم أن ينال الإنسان بعد الطاعة وبعد التعب وبعد الوقوف في محراب العبادة أن ينال رضا الله تبارك وتعالى والمغفرة. ليس بعد رضا الله تبارك وتعالى من ثواب يا أستاذ طارق. أعظم شيء أن ربنا يرضى عن العبد، وأعظم شيء أن ربنا يعفو عن العبد، وأعظم شيء أن ربنا يغفر للعبد. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا بعد الطاعة طاعة. فالعيد طاعة، العيد عيد لمن أعاد نفسه إلى الله تبارك وتعالى وكان إلى الله أقرب، فكان في صلة الأرحام، وكان في إطعام الطعام، وكان في إفشاء السلام، وكان بالصلاة والليل والناس نيام. فأعظم شيء يا أستاذ طارق أن يداوم الإنسان إلى الطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالله تبارك وتعالى يعطينا المنح، فبعد أن يرزقنا الله العيد تأتي إلينا الست من شوال حتى نعتاد إلى الصيام مرة ثانية، حتى يكمل لنا ربنا سبحانه وتعالى صيام الدهر كاملا. فرمضان يساوي 300 يوم، وتأتي الستة ب60 فيصبح الإنسان يصوم 360، وهذا هو حساب الدهر كاملا للإنسان. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. لكن إحنا نتذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليالي بإحياء سنته صلى الله عليه وسلم. أولا سنة التكبير، التكبير المطلق. الآن يجب على البيوت ويجب على الطرقات ويجب على المساجد ويجب على الناس حتى في الأسواق أن تنشر التكبير. فالتكبير سنة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله به في كتابه حين قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير صيغة جميلة قوي اللي احنا بدأنا بيها، لأن دي صيغة مولانا الإمام الشافعي التي قال: إن زدت فيها فهو خير. يعني الإنسان دائما يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن مولانا الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه وأرضاه كان يداوم في التكبير، فيقول الصيغة التي قلناها في بداية الحلقة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يعني يبقى أول حاجة التكبير، ثاني حاجة الإنسان يلبس أحسن الثياب، الغسل والتطيب. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من الدنيا ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان يلبس أحسن الثياب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبة مخصوصة إلى صلاة العيد، وذهبت ذات مرة منه صلى الله عليه وسلم تلك الجبة وعادت إليه مرة أخرى. قصة جميلة جدا يا أستاذ طارق. سيدنا النبي يدق على بابه سائل ويسأله، وما رد سائلا صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن خاطبه فقال: وأما السائل فلا تنهر. فما رد سائلا صلى الله عليه وسلم، فقال لعائشة: أعطيه الجبة. فقالت: أعطيه الجبة تصلي فيها صلاة العيد؟ قال: أعطيه الجبة. فأعطاه تلك الجبة، فأخذها الرجل وذهب بها إلى السوق وقال: من يشتري عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان في السوق رجلا ثريا ولكنه كان كفيفا، فقال لغلامه: إن استطعت أن تشتري هذه العباءة فأنت حر لوجه الله. فذهب الغلام وظل يزايد في ثمنها ويزايد في ثمنها على الناس حتى أخذها. فلما ذهب بها إلى سيده قال له: يا سيدي، هذه عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها الرجل ووضعها على عينيه الكفيفة وقال: اللهم بحق عباءة رسول الله رد علي بصري. فرد الله عليه بصره، فإذا بهذا الرجل يأخذ العباءة ويأخذ الغلام ويأخذ الرجل السائل ويذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ويدق على بابه ويعطيه العباءة. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما أجملها من عباءة، أغنت سائلا وأعتقت عبدا وردت بصرا ثم ردت إلينا بفضل الله. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. انت انا بقعد قدامك زي التلميذ ما بعرفش اتكلم. انا اي واحد ضيف عندي ما بسكتش، انت بتثبتني حبيبي يا استاذ طارق. احنا اتكلمنا عن الاحتفاليه بليله العيد. نعم. طيب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذهب الى الصلاه من مكان ويرجع لماذا كان هذا؟ يعني اما كان يروح من مكان يجي من عكسه ليه؟ بمناسبة ان الملائكة تقف على حافات الطرق. نعم. فالإنسان يأخذ الأجر لأن الملائكة بتسلم على العباد. نعم. حتى يوم القيامة ربنا يرزقنا وإياك دخول الجنة كده. أول ما بندخل الجنة في نداء من الملائكة بتقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالإنسان بيأخذ لما يمر من ناصية إلى ناصية يأخذ الأجر. لا، ده في موقف بقى عظيم جدا إن ربنا جمع لنا العيد يوم جمعة. فإحنا إن شاء الله هنصلي كده العيد ونصلي الجمعة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو حاجة للسادة المشاهدين، أباح لمن صلى العيد أنه يجوز له ألا يصلي الجمعة. يعني يجوز له أن يصلي ظهرا في بيته أو يصلي في مصلى الجماعة عادي، ما فيش مشاكل، يصلي ظهرا. وإن كان المستحب أن يصلي الجماعة أيضا مع المسلمين، يبقى يصلي الجمعة ويصلي برضو صلاة العيد، فيأخذ الأجر من هذا والأجر من هذا، لأن ده طبعا إظهار لشعيرة الإسلام وعظمة الإسلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن خلينا نقول إن في بادرة تانية خالص، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نعمل أفعال عظيمة جدا في يوم العيد. فأنا هقول الحديث ده جمع، يا ريت كل واحد يحطه قدام عينيه ويعمل بيه في يوم العيد. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بثلاث، أمرني أن أصل من قطعني، يا ريت يوم العيد يا جماعة، وأعطي من حرمني، وأعفو عمن ظلمني. الثلاثة دول يا أستاذ طارق احنا محتاجينهم قوي، صعبين قوي، بس طبعا ده يعني في جهاد احنا محتاجينهم. أيوه. نعم. الرحم. نعم. الرحم يعني شيء مهم جدا. نعم. يا ريت كل واحد يدق على باب اخوه. نعم. على باب جاره. على باب نسيبه،
على باب واحد صديقه. يا ريت الصلة الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول: وعزتك وجلالك لا يرضيني منك إلا أن تصل من وصلني وتقطع من قطعني، فقال لك ذلك. الله تبارك وتعالى أجابها. وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فاحنا عمالين طول شهر رمضان نقول: يا رب الجنة، يا رب اعتق رقابنا من النار، ونيجي يوم العيد، يوم الجائزة، ونقطع الأرحام. ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى صلة الرحم، يبقى أصل أن أعطي من حرمني. شوف بقى شعيرة العيد عظمة جدا يا أستاذ طارق، إن الواحد يدخل البشر والسعادة على أهل البيت. العطاء شيء مهم جدا، إن أنت تعطي، وخاصة المحروم. يعني خاصة المحروم. يا سلام اللي يمسح دمعة يتيم، يا سلام اللي يمسح على راس يتيم في يوم العيد، يا سلام اللي يجبر بخاطر حد يوم العيد، وخاصة يوم العيد. يا سلام، له عظيم الثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده منزلة من منازل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الشارع يوم العيد، فيلاقي طفل صغير فيجلس يداعبه. انتم متخيلين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يداعب طفل؟ فالصحابه يقولوا: لقد تاخر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي ما جاش ليه؟ فيرجعون في الطريق فيجدونه يداعب طفلا، فيقولون: يا رسول الله أتلاعب هذا الطفل؟ فيقول: مات النغير فجلست ألاعب العمير. الولد كان عنده طائر، يعني اللعبة بتاعته اتكسرت، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس يداعبه، يجبر بخاطره، بل يقف مع الجارية يلاطفها ويداعبها. الجارية جارية، تخيل جبر خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنتعلم لغة جبر الخواطر، أن أعطي من حرمني، حتى لو واحد بعيد عني أنا أديله، أعفو عن من ظلمني. بلاش حتة إن الانتقام، حتة الندية. العفو عند المقدرة من شيم المسلم. يبقى احنا بالظبط، احنا كنا بنقول: يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يبقى احنا محتاجين صلة الرحم، محتاجين جبر الخواطر، محتاجين أيضا سنة عظيمة جدا 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 علمنا إياها صلى الله عليه وسلم، وهي إفشاء السلام. إفشاء السلام شيء مهم جدا، أن الواحد يسلم على اللي عارفه واللي مش عارفه. يعني الناس لما تتقابل، إذا تصافح المسلمان تساقطت ذنوبهما. الذنوب بتقع يا أستاذ طارق. فالناس احنا محتاجين برضو ساعة ونص عشان ما نخلص من الكلام ده، واحنا كده انا لو سكت كده زي ما كده الحلقه هتخلص وانا قاعد معاك ومعايا ضيوف. فانا بستأذنك، وطبعا بصفه ان طبعا لابس لبس تونسي بقول لك: يعيشك حبيبي يا استاذ طارق. وكل سنه وانت طيب وشرفتني. ربنا يخليك. وندعو دعاء كده قبل ما نمشي. طبعا ان شاء الله عز وجل باذن الله ندعو دعاء ان شاء الله باذن الله. اللهم إنا نسألك بحق هذه الليلة المباركة أن تجعلها ليلة مباركة يا ربنا على بلدنا مصر خاصة، وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم بحق هذه الليلة المباركة نسألك يا ربنا أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى، وأن تجبر كل كسير، وأن تعطي كل محروم. اللهم اهد لنا أولادنا، وأصلح لنا أحوالنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا. اللهم لا تجعل آخر عهد لنا برمضان، ارزقنا رمضان أياما عديدة وأزمنة بعيدة، وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أهل علينا هلال شهر شوال بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربي وربكم الله. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء ومكروه، اجعلها أمنا أمانا سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم. تقبل الله منا كل سنه وانت طيب يا استاذ. انا بجد مبسوط جدا. ربنا يعز حضرتك. حبيبي ربنا وصديق يخليك. عمري ربنا بجد. يديك الصحه استاذ والعافيه. احمد بجد يعني بشكرك واقول لك كل عام وانت بخير. كل سنه وحضرتك طيب. شرفتنا عزك وشرفت الله. البرنامج وشرفت القناه. الله يخليك يا استاذ. كل عام وانت بخير. كل سنه وحضرتك طيب. ربنا نطلعوا يكرمك. فاصل ونرجعوا تاني ان شاء الله. ما بين الفطر والأضحى نودع بالدموع رمضان، تجينا الضحكة والفرحة تعيشنا في ليالي زمان، صدات الكحك تجمعنا وشهرين يوصلوا المعنى، نحضر فدية وضحية ونكرم طيبين وجيران. مرت ايام وهو جانا العيد، اهو جانا العيد، اهو جانا العيد، وبنحضن شمس الصبحيه، وبنحضن شمس الصبحيه. افرحوا يا ولاد والايد في الايد، افرحوا يا ولاد والايد في الايد، وهتفرح وياكوا بهيه، وهتفرح وياكوا بهيه. العيد هيجمع احبابنا وهتحلى الافراح في بلدنا، ولسه الاحلام قدامنا بتلون ايامنا الجايه. ما بين الفطر والاضحى نودع بالدموع رمضان، تجينا الضحكه والفرحه تعيشنا في ليالي زمان. اليوم يبدأ بصلاة العيد، يا صلاة العيد يا صلاة العيد، ونصبح على كل جيراننا، ونصبح على كل جيراننا، نحضن مينا ونشوفه سعيد، ونشوفه سعيد، مع رمز الوحدة الوطنية، مع رمز الوحدة الوطنية. نشرب شربات مع غزل بنات على ناصية شارع تجمعنا، بونبونة شنات وكمان بالونات ألوانها الزاهية تفرحنا. ما بين الفطر والأضحى نودع بالدموع رمضان، تجينا الضحكة والفرحة تعيشنا في ليالي زمان. العيد في قلوبنا وفي عينينا، العيد في قلوبنا وفي عينينا، احساس بيقول اكبر معنا، احساس بيقول اكبر معنا، بنسلم ونمد ايدينا، بنسلم ونمد ايدينا، على صوت الحب اللي جمعنا، على صوت الحب اللي جمعنا. نركب مراجيح ونسابق الريح ونقابل بعض بقلب صريح، كمان عجلة بزواق تفاريح نركبها ونتشاقى عليها. ما بين الفطر والأضحى نودع بالدموع رمضان، تجينا الضحكة والفرحة تعيشنا في ليالي زمان. العيد في الشكل وفي المعنى، العيد في الشكل وفي المعنى، في شوارع وقلوب سهرانة. بالنسبه لبلد العيد احنا اتعودنا على الحاجه دي ده العيد معروف عليه، دي بهجتنا احنا وفرحتنا. اما الجيل الجديد دلوقتي طبعا خلاص ما عندوش وقت ويعجب هي كانت الفرحه في اننا كلنا بنجتمع، كل البيت كله اسره واحده، ونعجن العجين ونمسك ونمسح السجاد وطلعت السجن دي وازاي ترص الكحك وازاي ترص البسكوت وتطلع بيه وهو جاي من الفرن سخن تشم ريحته كده، تحس انك انت فعلا باجت العيد. انا بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، سعيد علينا وعلى الامه المصريه. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب العالمين. حاجه بكره انا بجد انا فرحان ان في حد بيرجعنا للايام الجميله. استاذنا احنا طبعا كده بنحاول التسجيل دي، احنا
احنا في السنه من سنه للسنه، ويعني الواحد بيعملها بحب. ايوه ما انا بتحس فيها الود. الواحد مش مجرد ان انا بنتهي منه. لا لا مش مهنه، الناس دي فرحه، والواحد ناس وحبايبي وجيراني، طبعا الشباب والاطفال كل واحد يعني بص كان جايين معاهم شباب طالبين ولا منهم. حاجه كويسه، ده حاجه كويسه. ما انا بقول لك هو ده رمضان. ده التكافل اللي احنا بندعو ليه كلنا. حتى التكافل في ان انا اجيب بعض الناس نفطر معاهم، بعض الناس اهو نعمل السلطه ولا كده. هو ده رمضان هتقبلوا كده جايين سوا جايين من اخر الدين. دي مرسومه ولا؟ لا والله دي جايه بايلقهم جايين يضربوا. تعالى حبيبي تعالى. تعالى خليك اسمكم ايه؟ انتوا كل سنه بتيجوا عم بطولات كده وتعملوا؟ انتوا ولا مين؟ ماما وبابا وكده وتتجمعوا والعيله كلها تيجوا يعملوا الحاجات دي؟ الحاجات دي كانت قديمه قوي، ما زالت فيها؟ طب كل سنه وانتم طيبين. انا بقول لك كل سنه وانت طيب، بالصحه والسلامه. بجد انا مبسوط ان انا بشم رائحه زمان مع الناس الطيبين. احنا مبسوطين بوجودك معانا والله، ده شرف لينا يعني. لسه المهنه دي موجوده ما انتشرتش يعني. كل سنه وانت طيب. انا سعيد وسعاده. النهارده بلدي صحه وكلام. طبعا انا باخد الفلوس اللي بتتعرض في المسؤولين. شكرا على حد غيري، حد بيدعم. طبعا الحلاقه دي كانت برضه يعني كل سنه وانت حضرتك طيب. انت عارف الموسم بتاع العيد والناس بتحلق. بس انا اول ما دخلت طلعت الناس دي. انا ما طلعتش. ورجعنا لكم بعد التقرير اللي عملناه في حي من أحياء الإسكندرية الشعبية. والأولا برحب بالأستاذ دكتور علا يوسف، كل سنة وحضرتك طيبة. بالصحة والسلامة. ضيفتنا الأستاذة مدام فاطمة من بوردو، وهي اللي جابت لي يا جماعة الجبة دي، قالت لي أنا جايبة لك هدية تلبسها، قلت لها هلبسها، وبقيت تونسي النهارده، نص تونسي على مصري. بقول لها كل سنه وانت طيبه. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيبه. دكتور عادل، استاذ دكتور عادل، كل سنه وحضرتك طيب. طبعا انا بتشرف بوجود حضرتك معاك. كل سنه وحضرتك طيب. يعني بجد يعني ببقى فخور كده ان انا قاعد جنب عالم جليل، عالم مصري نفتخر بيه جميعا يعني. كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك ويا رب شعب مصر والشعب العربي والوطن العربي كله بخير وسلام ويا رب. كل سنه وحضرتك طيب. انا كنت امبارح عملنا لقاء في الشارع كده مع الناس، ورحنا لفرن من الافران بتاعت خبيز الكحك بتاع العيد، طبعا اللي انقرض طبعا. ودخلت عند حلاق وعند محمصة لب وسوداني وبائع كحك وكده والغريبه والحاجات دي، فعلى اساس ايه نشوف البهجه بتاعت العيد. فايه راي حضرتك في يعني في هذا الفيديو يعني؟ بجد من اجمل الحاجات اللي حضرتك اولا بتضيف. انا بشوف يعني الحقيقه كل يمكن من الحلقه للي بعدها نعم في دايما اضافه او في تجديد. تمام. يعني في فترات مثلا انت بتدخل او تهتم بشرايح مجتمعيه معينه، نعم. فبيزداد عدد الشرايح، زي مثلا فتره التهنئه اللي حضرتك نعم. خلال البرنامج اللي نعم. فات او اللي قبله عملتها. تمام. بعدين بدات تعمل فتره اللايف والنزول للشوارع والدخول في الافران والحرف اللي الناس ما احنا صباحه بلدي بالظبط كده، فبنتعايش مع كل الناس بالظبط مع كل المستويات. فالحقيقه اضافه جميله جدا للبرنامج، وان كان هو برنامج اصلا رائع يعني بيجمع بين الثقافه والغنى والصوت الجميل والابداعات ده بجد انا شهاده يعني بجد من حضرتك، دي شهاده قويه وقيمه يعني. ده حقيقي. دكتوره ايه رايك في الكلام ده؟
كلام رائع جدا، عشان المغزى اللي وراه كبير جدا، فعلا. وكان بيأثر في طبيعة المجتمع المصري. كان بيجمع العيلة والأسرة لمة حميمية. نعم. لما الأسرة كلهم والأطفال والصغيرين والكبار يقعدوا ينقشوا الكحك ويقعدوا يجمعوا مع بعض، ده بيعمل وده بيساعد. نفس الكلام جو حضرتك، سوري إن أنا رائع بقطع كلام في حضرتك. الحميمية اللي احنا قلته بنفتقدها امبارح دلوقتي. للراجل وهو بيخبز، قلت له نفس الكلام بعكس بالحرف والله بعكس يعني. الواقع اللي صحيح. احنا فيه، صحيح. ان دلوقتي بيعتمدوا على الشراء الجاهز بالظبط. ومحدش فاضي. صحيح. كل واحد مشغول بالموبايل باصدقائه، النت. هي بهجة العيد كانت في صاجات بالظبط. الكحك، وانا اروح اشيلها، ده فرحة وده كبيرة. يمسك أيوة. العجين، وده يعمل بالمنقاش انا نفس الكلام قلته. والجيل الجديد يا أيوة. استاذ طارق ما يعرفش ان كان بتتجمع البيت كله أيوة. عند حد بيعمل بالظبط. كحك. نفس الكلام كانت والله. تيتا بس بتيجي. أيوة. ايوه لا تيتا ده البيت كله وماما اهل واحد، وكله هم مش وجيران. اهل، هم اهل واحد. بس الشقه ديت هي المركز النهارده السنتر بتاع مثلا اللي هيعمل النهارده عندنا كحك وبسكوت بالظبط كله كده. يتلم، بالظبط كده. بالذات الاطفال. أيوة. وانا يمكن انا يعني عملت عصرنا وانا ده. صغير، تمام. وناخد السجاد دي أيوة. ساعه الفجر ونطلع على تكتبوا الفول بالتباشير عليها اسم الشخص. ايوه بالظبط كان كده. حقيقه خبره جميله وشيء جميل. مدام فاطمه، كل سنه وانت طيبه. حضرتك من بوردو بس الاصل تونسي. نعم. ما مظاهر العيد في تونس يعني برضو؟ والله العيد في تونس كلهم فرحانين، والأطفال فرحانين بالعيد ويحضروا. طب الطقوس ايه يعني؟ احنا هل طقوسكم زي الطقوس اللي احنا عرضناها دي، ولا متغيره، ولا ايه بالظبط؟ فيها شوية تغييرات. تأكيد طبعا. كل واحد حسب بيئته طبعا. طبعا كل واحد حسب بيئته. نعم. طيب يعني برضو بتعملوا الحلويات كده زينا ولا؟ طبعا مش بتعملوها في البيت ولا بتشتروها جاهزة؟ والله العظيم في ناس بيعملوا في البيت والأكثرية برا بيشتروا. فهمت. ويوم العيد بنروح للعائلات وسيلة الرحم، فهمتني. نمشيو نزوروا العائلات والأهالي والكل والأحباب. بناخدوا الجاتو حلويات العيد ونعطيهم وهما بيرجعونا. بيرجعوا لكم وانت بيرجعوا اللي عملوا. ايوه. طبعا انا كنت قريت شويه كده وعرفت ان في حاجه كده زي الملوخيه، مش ملوخيه. دي بقى دي بتبقى يوم العيد صح؟ هذه معروفه بها تونس الكل، فهمتني. اللي اسمها ايه بقى؟ هي اسمها ملوخيه. ملوخيه. الليله تبدا رائحه الملوخيه في المنازل، الكل بتشمها. في كل تونس. في كل تونس. الطشه المصري. تونس الخضراء. تونس الخضراء، هي تونس الخضراء. صحيح. ايوه. طب دي يعني ممكن حضرتك تقول لنا بتتعمل ازاي وكده؟ والله هي زي طحينه، زي الحنه هي، فاهم. بيقليوها شويه في الزيت، بيصبوا عليها ميه، وتكون اللحمه على الجنب. معنا اللحمه مفوحه بالهريسه والثوم، وفيه توابل اسمها التابل وكرويه. بيخلطوا اللحمه هذيك وتقعد هي تطيب، تكون فيها ميه كتير وتنشح بالشويه لحد ما تبدا تتسبك يعني. ايوه. وبعدين بيحطوا اللحمه ويخلوها على نار هاديه، فهمتني. وفي ناس للان بيطيبوا على الفحمه، على الكانون ولا على الكانون. دي مطعمها حلو برشا، فاهم. طب يعني احنا طول رمضان بناكل وبنشرب، حتى في العيد برضو نعملوا اكل. مش المفروض احنا بنقفل اكل رمضان، زهقنا من الاكل، نغير السيستم ده هذه. فمختلفين عننا يعني، مختلفين شويه. يعني احنا مثلا نعمل الحلويات بس بقى طبعا احنا كمصريين بناكل فسيخ ورنجه، ناكل الحاجات الحوادق اللي احنا كنا يعني محرومين منها طوال رمضان يعني. ما عندكمش طبعا الكلام ده؟ لا احنا ناكلوا الحوت في رمضان، ناكلوا الحوت. السمك. لكن الملوخيه دي مشهوره بها تونس كامله، معناها ليله العيد لابد الناس كل بتشم رائحه الملوخيه. دكتوره حضرتك طقوس العيد؟ هو طبعا اهم ما في طقوس العيد هو لمه الاسره. نعم. وخصوصا دلوقتي بقى اغلب السيدات بيشتغلوا، ما فيش اللمه دي. صحيح. مش متوفره. صحيح. فبنفرح بوجود العيد في لمتنا دي. نعم. من اكبر فرد من الاجداد لحد اصغر حفيد. نعم. فده بيبقى شيء رائع جدا علشان نحس بقيمه الحياه. هي اللمه. صح. لمتنا في حلاوتنا. نعم. علشان نقدر نعمل حاجه كويسه ويبقى عيد سعيد على الكل يا رب. دكتور، ذكرياتك. انا جايبك النهارده. لا يعني العيد ده بصراحه، بص حضرتك، انا اولا كنت
كنت ساكن في منطقه اسمها شبرا، نعم طبعا. كان هي معروفه طبعا. بالطقوس سواء أيوة، في رمضان طبعا. او في الاعياد وبعدين أو في فيها الأسواق. لحمه المسيحي والمسلم. اجتماعية. من اجمل الاماكن اللي ممكن تشعر فيها نعم. بلحمه المسيحي نعم. والمسلم. نعم. وعلى فكره ما كناش بنعرف بعض أي لا لا يعني لا لا. ولا بنسال، صحيح صحيح لان احنا واحنا اطفال احنا هم طلعوا معانا في صحيح، البيت، صحيح، ده صحيح. مسيحي ده مسلم، ما بنسالش، صحيح وبنتعاون في كل حاجه، صحيح. ونطلع نعمل الكحك مع بعض، صحيح. ونعمل بالظبط. الزينه بتاعت بالظبط. رمضان مع بالظبط. بعض، وهم يحتفلوا باعياد المسلمين واحنا نحتفل باعيادهم. صحيح. احنا معتقدين ان هي صحيح. اعيادنا برضه، صحيح صحيح. يعني نجيب أيوة، الزعف ونعمله أيوة، أيوة، والحاجات دي. أيوة. يعني الحاجات دي ما ظهرتش الا حديثا مم. يعني. والطبق اللي بيلف، طبق أيوة، الكحك ده اللي الطبق بيلف على الداير البيت ده. كله. طبق الداير يعني ده بقى. مثلا اذا كان في جيران مسيحيين نعم. كنا نودي لهم طبق الكحك والبسكوت يرجعوا لك والغريبه، فيه- وهم برضو في يرجعوا. الاعياد بتاعتهم بالظبط. بيبعتوا لنا، وكان البسكوت بتاعهم بيبقى ليه طابع والحاجات بتاعتهم بالظبط. مختلفه، صحيح. فطعم مختلف أيوة. بيبقى شكله جميل. لا انا وحلو انا يعني. برضو هضيف لحضرتك حاجه، ان كان في افتكر ان في انا مسميه الطبق الداير، حتى عملت اغنيه في الكلام دوت، ان الجيران مثلا يبعتوا لنا شويه ملوخيه زي ما حضرتك قلت كده، ناكلوها وبتاع، يروح مثلا امي عامله اكل ايه ما ينفعش مثلا، خالص. لا أيوة محشي خالص. مثلا، ايوه تروح عاطيها ايه طبق، تروح مرجعاه وهكذا، ما يرجعش يفضل فاضي. رايح جاي ما ما يرجعش يرجعش فاضي. فاضي ابدا. صحيح. ففعلا اخوه بطريقه، يعني انا كنت احس ان دول اهلي، يعني هم مش اهلنا، لا اهلي بجد، يعني يعني ما حدش، دول اهلنا وعارفين قرايبهم اللي بيجوا لهم فلان وفلان، وافراحهم تبقى عندنا مثلا في شقتنا واحنا افراحنا عند حاجه جميله أوي. طبعا دلوقتي انا بطلع في الاسانسير باصص كده، في السلام عليكم، مفيش وشه في وشي، ما تعرفوش مين ما مش يعني عارف ده إذا كان ساكن او لا، جارك والله ولا العظيم غريب. يعني عارف كده، طب ايه يا عم، طب قول سلام عليكم كده، السلام لله. والله العظيم كده يعني. فبقى حاجه مش حلوه يعني. إيه يعني انا بجد، احنا كنت مع الشيخ دلوقتي بيتكلم عن يعني افشوا السلام، يعني افشوا السلام، وبعدين عيد وطالعين من رمضان، يعني في عباده، يعني في حاجه روحانيه حصلت لنا، يعني اكيد النهارده غير قبل رمضان بيومين ثلاثه، كان الحال بتاعنا غير النهارده. صحيح. ولا ايه؟ صحيح. فالمفروض ان يبقى في تسامح، في حب، في ود الرسول بين عليه الصلاه الناس. والسلام صلى الله عليه كان وسلم. قال ان احنا اي مكان نخشه لازم بنسلم على نعم. الاشخاص أفشوا الموجودين السلام بينكم. وعلى اي حاجه نعم، موجوده في نعم، البيت. نعم. فلازم السلام دوت انت تسلم السلام السلام اسم من جميل. اسماء الله الحسنى. ونعم بالله. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الجبار ده اسم من اسماء الله الحسنى. الناس مفكره الجبار ده الحاجه، لا، ده الجبار اللي بيجبر الخواطر يا جماعه، بيجبروا خواطر بعض يعني انا في خلال الشهر كنت عامل برنامج اسمه يلا نفطر معاهم. التتر كان بيقول جبر الخواطر طريق بيقرب المسافات، والضحكه بتبل ريق اللي حياته اهات. يا جماعه بجد طبطبوا على بعض، احنا محتاجين كلنا نطبطب على بعض عشان ربنا يطبطب علينا من فوق. صحيح. والله العظيم. صحيح. انا بجد انا مبسوط ان انا يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، ما تقولوا حاجه يا جماعه، انا مش انا هتكلم طول الوقت ولا ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك بس بمناسبه شبرا والمسيحيين. ايوه يا باشا. انا ليا واحد صديقي يعني من زمان، يعني من اثناء الطفوله، وهو دلوقتي مهاجر امريكا. نعم. بيتصل بيا من امريكا عشان اقوم اصلي الفجر. الله. هو اللي هو الالارم بتاع حضرتك. بيتصل يقول يلا قوموا بقى ميعاد الفجر، يلا قوموا صلوا. ويعني طول الوقت قاعد فلان ده عيد ميلاده وفلان ده كذا، ان شاء الله. يعني هو عايش في امريكا لكن احنا شاغلينه بالظبط. باله مشغول طبعا باخواته. هو ده ما دي البذره اللي اتحطت من الصغر، فشيء رائع. البذره الجميله ده مثل يعني. نعم اسمه مش نعم هطلع. نعم. ايوه افخر ان انا اقول طبعا اسمه. طبعا هو بيحس بده فعلا اللي في غربه، اللي أيوة. بيسافر بره بيحس بمدى الحميميه دي. وخاصه جيرانه ما حدش بيسال فيه ولا حد ليه دعوه بيه. بالظبط كده. بالظبط. فهو بيدور على الدفء ده صحيح. من خلال اذا كان نت ولا فيس ولا حاجه زي كده، ففي حوار يرجع ذكرياته الداخليه. بالظبط. مدام فاطمه في بوردو، انت انا بتكلم معاكي قبل التسجيل، قبل دخولنا الهوا يعني، بتقولي لي عندنا في رمضان كان في طقوس، المساجد مليانه وفي الشوارع مليانه ما شاء الله، وكنتوا بتروحوا تصلوا في المسجد وبتاع وكده. صليوا في الجامع، معناها من كتر ان معناها الناس نعم.
ده الان بيصلوا بره بره يعني ما شبيه هنا طبعا. بس دي في فرنسا دي كانت حاجه جميله. انجلترا السنه دي اول مره نعم. عملوا من اشهر الشوارع اللي عندها احتفال برمضان. نعم. فكانوا معلقين كل الزينه اللي موجوده عندنا معلقينها هناك في الشارع. صحيح. والناس كلهم فرشين وبيصلوا في الشارع. فكل واقف بيصور يعني فعلا. اللي غير المسلم أيوة نعم. بيصور المشهد عشان ده يعتبروه احتفاليه. نعم. اول مره يشوفوا المظاهر دي طبعًا. موجوده عندهم. فده شيء جميل ان احنا بنوصل رساله أيوة. للعالم. يا جماعه ديننا سلام والله، مش ارهاب زي ما الناس بتقول يعني. احنا صحيح. فعلا دين محبه يعني، بنحب كل الناس، بنحب كل الاديان، بنؤمن بكل الاديان يعني. ولا ايه؟ مش تقولي حاجه؟ سي صحيح والله العظيم. انا بتكلم على اساس احنا كمصريين، حضرتك جايه من بوردو. فانت اللي بتحط لنا برضو السبوت على قطاع من العالم الاخر بعيد عننا. الناس توضح لهم بس بوردو دي موجوده فين عشان ممكن ما حدش يعرفها. فرنسا. في فرنسا في شمالها، في جنوبها، في غربها، في شمال فرنسا. شماله من اقدم المدن الفرنسيه يعني تعتبر فيها التاريخ بتاع فرنسا كله في بوردو. انا لسه قبل الهوا كنت لسه بسالها الامور مستقره هناك عشان بنشوف الاخبار. كان في مظاهرات عشان عايزين يعلوا المعاش، المعاشات المعاش. بتاعتهم. ايوه. برضه ما هو كل العالم ملتهب يا جماعه يعني، مش هنا ولا هنا ولا هناك. حتى برضه في تونس قالت لي كان في حاجات في تونس في افريكان برضه بيعملوا مظاهرات وبتاع بيتعدوا على الناس يعني مدفوعين يعني يكاد يكونوا مدفوعين كده. انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وطبعا انا مش عارف اقول ايه يا جماعه والله. في بس ليا اتفضل يا باشا. انا سعيد قوي بالزي التونسي اولا والله، وتواجده. هو اضاف حاجه للبرنامج. تمام. طب احنا ليه ما نعملش الفكره دي مره يبقى زي مغربي ومره يبقى زي ده انا اللي فكرت فيه والله. احنا بندعم والله انا فكرت ده. احنا ما بنروح نعمل لحمه حماميه والله يا دكتور انا فكرت ده. الوشاح بتاع الدوله يعني نلبس وشاح. والله يا دكتور انا بدات النهارده كده. انا كنت مفكر نفسي وانا ما كنتش قايل لحضرتك والله العظيم. انا كنت مفكر في كده. شكرا على الهديه الحلوه دي. طبعا على الهديه كده. وبقول لك الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله الله يا بابا سيدي منصور يا بابا. ونجيك نزور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. انا بشكركم جدا يا جماعه والله انكم كنتوا معايا النهارده يعني بجد والله. انا بقول قدام الكاميرا استاذ دكتور عادل اتصل بيا قال لي دكتور محتاجك معايا. قول لي انت لو فين في اي بلد هاجي لك لغايه عندي. بجد بشكرك جدا لحضورك. وانا هنخليكم معايا بس تتفرجوا على الفيديو اللي هنعرضه وبعد كده نطلعوا فاصل. نتفرج على الفيديو يا جماعه يلا. يجري فاروق ولون في جبينه صباح على الترعب المواويل. النهارده صباحو بلدي من نادي الاطباء في فعاليه الاعلامي الكبير صديق عمري الاستاذ عبد الله عصب صبور. تكريم من صالون الاستاذ الشاعر سمير حلمي. هنرحب بالاستاذ وبعد كده نرجع لكم تاني. ده استاذ طارق اللي احنا بنعمله ده رساله. احنا لقينا اللي يعلمنا، لقينا اللي يوجهنا، فبالتالي احنا بنرد الجميل يعني. وحضرتك عندك من الحماسه والاستعداد الرائع وعندك كاريزما شخصيه يعني. احنا ممكن نعمل شويه تظبيطات لكن بيفضل دايما القبول ده بتاع ربنا. فانت حابب ده وانت حد مميز. انا بحب شغلك قوي يعني. حضرتك بص بجد انا مش بقول كده عشان انت صديقي. انت من الناس اللي قلب الطيب الجميل اللي بيحب الخير لكل. بجد انا مش مجامله عشان انت معايا على الهوا. انا بجد والله عبد الله ده اسم في اسكندريه انا مسميه حبيب الملايين بجد والله. ففضل من ربنا طبعا ان كل هذا الاجماع على حب. بشكرك جدا استاذ طارق. ويمكن تكريم النهارده الحقيقه التكريم في حد ذاته استاذ طارق مسؤوليه طبعا. انك اولا بتقول شكرا لكل اللي ساهم في ده. شكر خاص طبعا استاذ سمير حلمي شاعرنا الكبير، مؤسسه ابو ليلى، الدكتوره فاتن، كل الناس الجميله اللي حضرت النهارده. انا شفت اسكندريه زي ما حضرتك قلت مظاهره حب. مسؤوليه ان انت اولا بتحس براحه ان اي رحله عطاء انت قدمتها ما راحتش هدر. ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. انت على قد ما تقدر كنت مخلص. انت كنت تحت رجلين ابويك فابويك داعيين لك. فهذا اللي حاصل ده من دعاء الاب والام. الحمد لله. ويمكن اول ما قعدت واول ما بدات كلامي كنت اتمنى ابويا الله يرحمه يكون موجود معاك. رحمه الله عليه. حقيقي. استاذ انا سمعت منك رباعيه في يا رب. ممكن تقولها لنا عشان انا هسرقها
وهتلاقيها متلحنه على رمضان ان شاء الله. ده شرف ليا جدا جدا، وانا هبعت كمان اكتر من حاجه لطارق حسين، ده يسعدني جدا. ربنا يخليك. فنان متميز ومختلف، واعلامي ايضا متميز ومختلف. كلمه يا رب 4 حروف، لكنها في اصعب ظروف مضاد حيوي لاي خوف. علشان كده لو ضاقت الدنيا عليك، كلمه يا رب اصرفها شيك من بنك امن المؤمنين. ما هو في قروض بتكون حلال، وده وعد رب العالمين. حزنك شمال فرجه يمين، ما تقول يا رب. يا رب. اشكرك لهذا اللقاء اللي انا هتشرف ان انا بعد ما ينزل على القناه ان انا احطه في القناه بتاعي مع هذا الاعلام الفذ الكبير اللي فعلا كل اسكندريه اجماع بدون مبالغه على حبه. اشكرك، وانا من محبيك يا استاذ طارق، بشكرك جدا واتمنى كل التوفيق لبرنامجك الرائع وقناتك الجميله المحترمه. حبيبي اشكرك جدا يا حبيبي. ممكن صوره يا باشا؟ صباحه بلدي مصري اصيل، صباحه يجري في عروق النيل، ولون الضي في جبينه، صباح على الترع بالمولين. تاني لقاء في فعاليه تكريم الاعلام الكبير عبد الله عبد الصبور مع السيادة اللواء رأفت ثابت مدير نادي الاطباء، فاحنا بنرحب بيه. اهلا بكم وكل سنه وحضراتكم طيبين وايام جميله باذن الله. احنا طبعا بنسجل لبرنامج صباحه بلدي، هو صباحه بلدي الصبح بس احنا هنعملوه في رمضان بالليل، فهنقوله صباحه بلدي بالليل في رمضان، واخد بال حضرتك؟ فانا اول مره اتشرف بحضرتك، انا بقالي مده ما جيتش الاطباء، فسمعت عن حضرتك كتير عن الفعاليات الثقافيه اللي حضرتك حاطط يد حضرتك فيها، فكلمنا عن ما حدث في الاطباء في هذه الطفره الثقافيه. هو الحقيقه نادي الاطباء يعني متعدد المهام ومتعدد الانشطه. احنا فتحنا النادي لكافه الانشطه، في انشطه رياضيه، انشطه سباحه، انشطه ترفيهيه. كان ينقصنا الجانب الادبي، ولاننا كبلد دلوقتي بحاجه الى الجانب الادبي. ليه؟ لان الفتره اللي مرت انتشر فيها التجريف والاسفاف والاغاني الهابطه. انا بشكر حضرتك طبعا لهذا اللقاء، انا متاسف طبعا لقطع لان انا يعني مربوط بميعاد معين، فبشكر لحضرتك وليا يعني وعد لحضرتك ان انا هاجي افطر عند حضرتك هنا في انا بشكرك، ونادي الاطباء بيبسط يديه لكافه ابناء الوطن. اهلا بيكم في اي وقت. شكرا يا سياده العميد. عفوا. معانا الاستاذه فاتن رئيس مجلس اداره المؤسسه، فنتعرف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه فاتن محمد محمود، رئيس مجلس امناء مؤسسه ابو ليلى للتنميه. اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك. حضرتك يعني النهارده شفنا الاحتفاليه بتاعت حد كل الناس طول اسكندريه بتحبه يعني، فانا جيت مخصوص من القاهره والله عشان اغطي هذا اللقاء. ايه اللي دفع حضرتك انك انت تكرمي هذا الاعلامي الراقي؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انت اولا في بيتك الثاني وهي محافظه اسكندريه، وفي بيتك الكبير اللي هو مؤسسه ابو ليلى للتنميه. طبعا انا يسعدني وكان يشرفني ان انا اكرم قيمه وقامه من اهل اسكندريه ومن المجال الوسط الفني والاعلامي. شخصيه طبعا جميله جدا ومش محتاج القول عليها، فده طبعا الشكر يرجع لاستاذ سمير حلمي رئيس اللجنه الثقافيه بالمؤسسه. هو الاختيار له، وهو طبعا هو كده يعني ده هو احنا مش بالظبط كده. وطبعا هو حاجه جميله قوي في مؤسسه. طب انا كنت عايز اعرف ايه نشاط المؤسسه؟ اولا المؤسسه انا بعمل اعلان اهو ببلاش. بشكر حضرتك لهذا اللقاء، وبشكر حضرتك على هذا التكريم لهذا الاعلامي الراقي. يستاهل تكريم مستحق بذاته. اشكرك. ميرسي قوي، شكرا. لقاء اخر مع منظم الفاعليه صاحب صالون سمير حلمي للابداع، الراجل اللي هو كان صاحب فكره هذا التكريم النهارده، فنرحب بيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ طارق. اهلا بيك. طبعا انا دعيت من حضرتك ان انا احضر هذه الفعاليه،
وطبعا فعالية صديق عزيز من سنين طويلة، ففعلا شفت مظاهرة حب في هذه الفعالية اللي انت كنت صاحب فكرتها. عايز تقول ايه لعبد الله؟ عايز اقول للاستاذ عبد الله انا سعدت بيك. انا بكرم القيمه اللي بيمثلها شخص الاستاذ عبد الله، مش شخصه، اللي هو الادب والرقي والسمو. اي حد اتعامل مع الاستاذ عبد الله عارف ان الشخصيه دي شخصيه جميله وبريئه وطيب لاقصى الحدود، وفي اخلاق الريف الطيبه وفي تطور المدينه. يعني هو جمع كل احلى حاجه. انا بشكر حضرتك استاذ. انا اسعد بحضرتك جدا جدا استاذ طارق، شكرا جزيلا. شكرا. لقاؤنا الآن مع أصغر موهبتين بالإسكندرية، يوسف وسجا، ربنا يحرسهم ويخليهم لماماهم ومامتهم. هنسمعوا حاجة كده أنا ما شاء الله عليه يعني. يلا يوسف قول، هتقول إيه؟ أطفال جيلنا في كل مكان، أطفال جيلنا في كل مكان، حلم حديث وذكاء وإيمان، نربيهم ونخليهم لغاية ما يبقوا في أعلى مكان. الله عليك. عايزين نزرع فيهم حاجة. الله الله الله. أنت دلوقتي يا يوسف مين علمك الحاجات دي؟ علي صوتك. مين اللي علمك الحاجات دي؟ أنا بنفسي. أنت بنفسك؟ محدش علمك ولا ماما ولا بابا؟ لا. دي أنت مفتري أوي. ها؟ يوسف؟ لا أنت ماما علمتك صح؟ ما تكذبش عليا. لا. لوحدك؟ أنت اللي حفظت ده لوحدك؟ ما شاء الله عليك يا حبيبي. سجا هتقول لنا ايه؟ عندي شعر الأم وشعر الوطن. شعر ايه؟ الأم والوطن. حب. ايه الحب ده؟ الأم والوطن. طب نقوله على الأم. الأم؟ عشان طبعا احنا بكره ولا بعده عيد الأم، وده هيتذاع في تاني يوم رمضان، يعني يبقى 23، فكده عيد الأم. يلا. قلت حاجة دلوقتي نقوله اللي انت هقول حاجة جديدة. أنا جاية أقول لأمي لو شفت حلو في دنيتي فالحلو كله بدعوتك، لو ليا طولة بال أعيش فعشان أنور ضحكتك، والله ولا تسوى الحياة لو أصحى يوم ما انتيش هنا وتعيشي يما وأعيش نور شرف إني أخدم كسبتك. أنا ياما ناس فرقوني يما وكنت وحدك عزوتي، وما كانش حد يشيل همومي ويجري يمسح دمعتي، ما لقيتش غيرك في الحياة بيديني حنية وأمان. أنا أمي مجموعة بشر، سندي وحبيبتي وصاحبتي. لو أحكي عنك أقول بفخر أنا ابن أمي ومنها، ما اكبرش أبدا على القمر واكبر على الناس كلها. أنا وطي على إيدك وابوسها على وزيد قيمة ومقام، تشوفني كل الناس كبير وافضل صغير عندها. الله يا سجا. طيب انت قلت لي في حاجة للوطن، ايه هي بقى؟ الحق فيما تراه أو ستسمعه، نعم. والخير فيما يبيت الغيظ يزرعه، والشهب من فلك الأفلاك ساطعة، كذاك حال الهوى لما نطوعه. في مصر جيش على الأوجاع مصطبر، وللهروب به بلوى تجرعه. بوركت يا خير أجناد البسيطة، كم سكبت فيك مدادا أنت منبعه. يا هازما جحفل الإرهاب ممتصلا، حبل الطجى من صميم النور تقطعه. من بينهم أحمد المنسي قائدهم، إرهابهم لم يكن يوما يروعه. قد واجه الموت والويلات مبتسما، وكل زاد بغير الموت يشبعه. الله، أنا كده هقعد في بيتنا مش هغني تاني طالما انت بتقولي الشعر ده. انت جميلة جدا وربنا يحرسك انت ويوسف لماما وبابا يا حبيبتي، وهتشوفوا الحلقة دي في رمضان إن شاء الله. مفيش شكرا يا عم ولا حاجة؟ شكرا قوي حبيبتي. مع السلامة. ما زلنا في فعالية تكريم الإعلامي عبد الله عبد الصبور بنادي الأطباء بالإسكندرية، وكان عملنا بعض اللقاءات مع بعض المساهمين في هذه الفعالية، والآن لقاء مع الشاعر الكبير السكندري الأستاذ أحمد الحملة، يعرف نفسه وهنتكلم معاه تاني. أستاذ طارق، طبعا أستاذ طارق حسين المطرب الإعلامي الكبير
أشكرك لهذا اللقاء، وأشكر تواجدك وأمتعتنا النهاردة بالغناء يعني رباعية كده، حاجة كده الزغزغنا يعني، ما أنا معايا شاعر يعني. طيب إحنا قالوا لي فلتفصح عن السبب، قلت أنا لا أعلم، الحب يوما أتى فعن سبب لا تسأل. الله. وإذا سئل وإذا لم إيه بيقولوا إيه إذا لم تعرف السبب بطل العجب. أيوه. ده لا ده دي رباعية، عارف يعني، كبسولة من كبسولات سمير رجب بتاعت زمان يعني، هوف كده قلت الليلة كلها في الله يخليك. انا شاكر حضرتك طبعا. انا مقصر ان انا من يوم ما كان ليا برنامج ان انا ما اعملش مع اصدقائي المقربين، اصدقائي اللي هم طبعا المبدعين، انا مش بجيب اصدقائي وخلاص، انا جايب مبدع. ورجعنا لكم بعد لقاء أستاذ دكتور عادل الرحمن، أستاذ دكتور علا يوسف، ومدام فاطمة من بوردو. رجعنا لكم مع الطرب الأصيل، مع الفن الشعبي الجميل، مع حمادة عبد الرحمن حسن. عبد الرحمن حسن شاب جميل. انا يعني وروني فيديوهات له، عجبني ستايله. ربنا يخلي حضرتك. ومعاه محمود مزيكا، صح؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب حضرتك، انت طيب. يعني اتكلموا شويه كده قبل ما نغني، ولا انت عايز تغني على طول؟ لا طبعا نتكلم. طب عرفنا عن نفسك كده، عرف الجمهور عن نفسك. انا اسمي عبد الرحمن حسن من الشرقيه. والله اهلا بيك. مركز منيا القمح، قريه بني هلال. تمام. موجه تحيه لاهل قريته كلهم دلوقتي، كل سنه وانتم طيبين. بحبهم جدا. كل سنه هم طيبين يا رب. وانا مطرب شعبي، وبدات في الافراح الشعبيه، وربنا كرمني ان شاء الله يعني، ولسه يعني اللي جاي احسن ان شاء الله. طب يلا شوت. يلا نشوط. يلا يا حبيبي، نوندي المية حبيبي. 130 بقى. هو موقف ولا عادي؟ براحتك. طيب يلا. براحتك. نرسي على مينا، وتاهت بينا تاهت ليالينا، وقلنا نرسي على مينا. مشينا وأدينا من غير أهالينا، ولا حد بيسأل فينا. مشينا وأدينا من غير أهالينا، ولا حد بيسأل فينا. تاري الدنيا غدارة، بتغدر كل يوم بينا. تاري الدنيا غدارة، بتغدر كل يوم بينا. غدارة والله، وجيتي علينا يا دنيا، جيتي علينا
على ناس قبلينا. احسنت يا استاذ، حلو الكلام ده. طب انت ليه بدأت بالاغنيه دي؟ انت بتقول لي انا شعبي انا بحب برضه ورده جدا، حلو. وبحب برافو. الاغاني القديمه قوي، تمام واكتريت الاغنيه بتاع يعني القديم احسن يعني. تمام. والشعبي في نفس الوقت لا، برضه بحب الشعبي ما هو جدا. الشعبي اللي من الشعب، مش شعبي يعني، مش لازم يكون الشعب اللي هو المسف يعني. ايوه، استاذ احمد عدويه، استاذ ما حكيم، هو كل الناس عبد الحليم أستاذ غنى ضرب شعبي على بحراوي. فكره. انت عارف إيه؟ ان عبد الحليم حافظ غنى شعبي؟ ايوه، جنى الهوى شعبي، سواح شعبي. بس هو المفهوم بس اللي متلخبط. لا، هو الناس مفكره ان الشعبي ده اللي هو المسف يعني. لا، بالظبط. الشعبي ده بيقولوا على السيد درويش فنان الشعب. طبعا فنان الشعب ده اللي جايب، اللي بيقول لك المفردة من الشعب نفسه، اللي بيقولها كل اي انسان عادي، مش واحد متفلسف يعني، فاهم؟ سمعنا حاجة تانية. نسمع حاجه تانية. عشان- كورد الدو، كورد الدو بقى. سمعك بقى مواويل شعبي بقى بتاعت الافراح بتاعتنا وكده. نسمع حلو. يلا يا حبيبي. عيال وكان نفسها، عيال وكان نفسها يتقال في يوم اسمها، بيحكوا فينا عشان الناس تسقف لها، مش 10 بني ادمين والله دول تعبين، واللي انا اخلصت ليهم نصبولي 1000 كمين، الحب والجدعنة لناس يابا معينة، الحب والجدعنة لناس يابا معينة، واللي يفكر يجي عليا هو الخسران مش انا، احنا نفضل على مبدأنا سايقين ولا حدش بيسوقنا، رزقنا مش واقف على حد، ربنا بس اللي بيرزقنا، هتيجوا على سكتي هتشوفوا يابا قسوتي، الارض لو تتكلم هتحكي عن حضرتي، يا رب يا رب حوش عننا الغيرانين مننا، يا رب حوش عننا المولعين مننا، واللي انا اخلصت ليهم نصبولي 1000 كمين، هتيجي على سكتي هتشوفوا يابا قسوتي، هتيجوا على سكتي هتشوفوا يابا قسوتي، الارض لو تتكلم هتحكي عن حضرتي، يا رب يا رب حوش عننا الغيرانين مننا، يا رب حوش عننا الغيرانين مننا، واللي عينهم راشقه فينا بص لنا في رزقنا، هتيجي على سكتي
سمر زنهار وقلب اخضر لكن صبر ومهما يطول المشوار انا قادر لعمري معك في اللي معك ووقت الشدة كنت وراك ومش قصدي اني كنت ملاك لكن شبعان لعمري معك في اللي معك ووقت الشدة كنت وراك ومش قصدي اني كنت ملاك لكن شبعان واديني لسه بتفرج ده سلك اسود وبتهرج ودنيا ماشية عرض وانا صابر على وشي سمر زنهار وقلب اخضر لكن صبر ومهما يطول المشوار انا قادر معك في الدقيقة مهما تدوس ولا بيعك بأي فلوس لكن لو بعدها ابقى كابوس في احلامك عاشرني تعرف الرجال تلاقي الشيل عالشيال بجد ومش كلام اقوال وقدامك انا صابر وصبر جديد ومهما بتخلف المواعيد انا بضحك عنيد وسعيد واقول هاني انا ماضي في حبي ارفع فوق احسنت. حلو الكلام ده. طب ما نسمعوا حاجه بقى، اسمعكم حاجه انا ولا ايه؟ اتفضل. ها صبريه يقول كده. الو شغال ولا ايه؟ الو 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 قدام. الو الو ايوه سمع. مزيكا صح؟ سماح سماح يا أهل السماح لوم الهوى جاء أصل السماح طبع الملاح يا بختي من بعديه بتقول سماح بعد ما راح اللي راح ما خلاص بعد القاسية الحنان من قلبي راح ما خلاص بعد القاسية الحنان من قلبي راح واعمل لك ايه ما انا بختي كده يا مصحي العين في لهيب وضنا اعمل لك ايه ما انا بخت كده يا مصح العين في لهيب وضنا وانا بتمناك مش هجري وراك انا بتمناك مش هجري وراك اعمل لك ايه ما انا بختي كده عالحلوة والمرة عالحلوة المرة مش كل
انت فين فين وانا فين لما رمتنا العين شوف انت فين فين وانا فين واللي شافونا ليه يحسدونا ده اللي شافونا ليه يحسدونا ويفرقوا القلب لما رمتنا العين شوف انت فين 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 وانا فين عالحلوة والمرة عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين ليه تنسى بالمرة ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. انت اللي احسنت. جميل يا حبيبي. سمعنا حاجه يلا على طول. احنا جايين نغني النهارده ليله عيد. يلا بس المول. ايوه يلا على طول. احسنت يا مزيكا. جميل. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا عيني يا ليل مين عليا ومين معايا كلها لابسه الوشوش البجاحة بقت متاحة والبشر ما بيختشوش تبقى مخلص وقت تلبس جوا حيطة من الحيطة عيش أديب خليك زقيب واوعى يوم يشوفوك غلبان استاهل جايزة نوبل عاللي جرالي في دنيتي جوا مني وجعتلني لكن بداري بضحكتي قلبي مين كان حس بيه وانا بصرخ من الألم كان اخرهم يسألوا اخبارك ايه فبقول تمام يا جماعة انا سبت الناس البياعة يا هناها الناس اللي انا هبقى معاها يا بجحتك انت طلعت بتاع مصلحتك يلا بالسلامة بقى باي
شبهي شوية يا ايديا اتمسكي باللي تمسك بيا، رجليا بطلي مشي الاشكال دي، اما بالنسبة لي فانا جاي يا صحابي بطلوا عني كلام في غيابي، يا ندالة اصحابي ما طلعوش رجالة، ويا خسارة اللي صرفت انا يبنى عمارة، بس البقاء لله مش للي معاه. شكرا. كراسة الفا عشان نختم بقى ونروحوا. كفايه عليهم كده. كراسة الفا. ماشي. الموال كده بعد اذن اتفضل اتفضل. شرفت بحضرتك جدا حبيبي. اللي نغني الحب بعده بأوله، خلي الحبايب في ليلة العيد يتقلوا ويتدللوا، يا ليل غني الحب بعده بأوله، خلي الحبايب يتقلوا ويتدللوا، يا حلوة الحلوين حبي وسهري، الحب بين الناس، الحب بين الناس، الله الله محلله يا ليل عنابي. عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، ايه قصده الحليوة، ايه قصده الحليوة، بتميل العيون على خده، بتشاهد جناينه وارد، بتميل العيون على خده، بتشاهد جناينه وارد، ونسايم عبير بيعدوا لو شافوا الحليوة، بتهل الروايح منه وبيتقال علينا كمان، بتهل الروايح منه بيتقال علينا
الحليوة يسيب النار اللي بتدوبني. ايه قصده الحليوة؟ ايه قصده الحليوة؟ انا بشكركم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. بشكرك يا مزيكا، بشكرك يا فنان، انت على فكره جميل جدا، اشتغل على نفسك هتبقى حلو قوي والله بجد، انت حد جميل والله. هنختم البرنامج النهارده بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا كان في فيديوهات هتتذاع، الوقت سرقنا، كان في فقره تهنئه بزفاف عبد المنعم احمد عبد المنعم هو والانسه هاجر واسلام عصام عبد المنعم والانسه ايمان. كنت المفروض هعرض لهم صورهم، انا بوعد ان انا في الحلقه الجايه. النهارده الحلقه الوقت عدى بسرعه كده، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وصباحه بلدي مصري اصيل، صباحه يجري في عروق النيل، ولون الضي في جبينه، صباح على الترعه بالمواويل. كل سنه وانتم طيبين.